قصتنا النهارده مثيرة. قصتنا مختلفة عن أي القصص التانية. هنتكلم النهارده عن قصة مصر والقضية الفلسطينية. هنتكلم النهارده عن فلسطين. فلسطين الدولة الشقيقة المحتلة من سنين من العدو الصهيوني إسرائيل. فلسطين يعني الأرض والعرض والشرف. فلسطين مهمة في قلب كل واحد عربي سواء كان مسلم أو مسيحي. ليه يا مستر؟ أولاً عشان اتولد فيها السيد المسيح عيسى ابن مريم. تاني حاجة علشان الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج عدى عليها، فعلشان كده هي مهمة. إيه كمان تاني يا مستر؟ فلسطين كانت أولى القبلتين قبل الكعبة على طول، كانت القبلة الأولى. غير كده هي ثالث الحرمين الشريفين، فعلشان كده ليها أهمية كبيرة في قلب كل واحد عربي. قبل الحرب العالمية الأولى كان بيعيش في فلسطين عرب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، ومعهم شوية يهود بس كان عددهم قليل. المهم الحرب العالمية دي زي ما اتكلمنا عليها الترم الأولاني كانت بريطانيا بتحارب فيها، فمن الآخر اليهود كان بيتساعد بريطانيا في الحرب، تديهم شوية فلوس، تديهم شوية أسلحة. فالمهم بريطانيا كانت فرحانة قوي من اليهود، قالت لهم يا يهود تعالوا ليه عندكم هدية. ايه هي دي؟ ان احنا يا يهود هنعمل لكم وطن. فاليهود اتبسطوا قوي، قالوا بجد اخيرا خلاص هيبقى لنا مكان يلمنا. فين الوطن ده؟ الوطن ده في ارض فلسطين. مين اللي قال كده يا مستر؟ وزير خارجية بريطانيا كان اسمه بلفور، قال لليهود احنا هنعمل لكم وطن في فلسطين، وسمي الوعد ده بوعد بلفور 1917. بعد ما خلصت الحرب العالمية الأولى دول الحلفاء اللي هي انتصرت في الحرب العالمية قالت إن إحنا هنعمل انتداب بريطاني على فلسطين. انتداب؟ يعني ايه يا مستر كلمة انتداب؟ انتداب اللي هي زي احتلال، ان بريطانيا يعتبر هتمسك فلسطين وان هي هتبقى مستولية على فلسطين، ومن هنا هتبدأ بريطانيا ان هي تنفذ وعد بلفور. طب يا مستر الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده حصل سنة 1917 في مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو بإيطاليا، ومن هنا بريطانيا بدأت ان هي تنفذ وعد بلفور. ازاي تنفذ؟ عن طريق 2 سماح، ان هي سمحت لليهود ان هم يهاجروا من جميع انحاء العالم ويروحوا يقعدوا في فلسطين. تاني حاجة ان يقدر اليهود ان هم يشتروا الارض من عرب فلسطين. ايه ده مصر؟ هو في واحد فلسطيني هيبيع ارضه؟ دي الارض، دي العرض، دي الشرف. هقول لك ما هو لو باعاش بمزاجه اليهود هتهدده وتقتله هو وعياله لغايه برضه ما هيشتروا الارض. طب يا مستر هو الفلسطينيين ما عملوش اي ردة فعل؟ هقول لك لا، عملوا حاجتين. عملوا حاجة اسمها انتفاضة 1929، قالوا احنا مش عايزينك يا يهود اطلعوا بره. تاني حاجة عملوا حاجة اعلى شوية وهي ثورة 1936 وكانت بقيادة اللجنة العربية. المهم بريطانيا هتبدا ان هي تنفذ بقى وعدها على ارض الواقع. عملت ايه؟ راحت للامم المتحده اللي هي كانت الترم الاولاني عصبه الامم، راحت للامم المتحده وعرضت عليها قضيه فلسطين وقالت لها لو سمحت خد. فالمهم الامم المتحده قررت ان هي هتقسم فلسطين دوله عربيه، دوله يهوديه، والقدس اداره دوليه. طبعا العرب قالوا لك لا احنا دي ارضنا، دي بلدنا مش هنسيبها لحد، فبالتالي رفضت الدول العربية ورفض الشعب الفلسطيني. طب يا مستر اليهود؟ هقول لك طبعا اليهود وافقوا وزقطتوا من الاخر وبداوا ان هم يطردوا العرب من ديارهم، اطلع بره يا كلب. واللي ما كانش بيطلع ارتكبوا ابشع المذابح، عملوا مذابح، بداوا ان هم يدبحوا في الفلسطينيين اخواتنا، ومن اشهر المذابح مذبحة دير ياسين. طب يا مصر ثواني، كده الدول العربية رفضت، اليهود وافقوا، بريطانيا كان ايه دورها من تقسيم فلسطين؟ هقول لك بريطانيا بدأت ان هي تعمل كده، قالت لها انا ماليش دعوة. امتنعت بريطانيا عن التصويت وقالت انا بره عني، وقالت انا هطلع من فلسطين. ايه ده مصر بريطانيا هتطلع من فلسطين؟ قالت مش انا خربتها، اولعوا يلا مع بعض. ومع رحيل اخر جندي بريطاني من فلسطين اعلن اليهود قيام دولة اسرائيل. طب يا مستر هي الدول العربية دورها ايه؟ هتسيب فلسطين الارض العربية الشقيقة تحتل؟ هقول لك وهنا بدأت تتحرك الجيوش العربية، بدأت تتحرك الجيوش العربية ضد اسرائيل. فالمهم هتحصل عركة ما بين الجيوش العربية وما بين اسرائيل. مين بيساعد اسرائيل؟ اقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة. طب مصر هي الجيوش العربية اتحركت ليه؟ عشان خاطر حاجتين، علشان تنقذ الشعب الفلسطيني من ظلم اليهود اللي كانوا عاملينه فيه، تاني حاجة
علشان تساند وتقف جنب الشعب الفلسطيني. ومن هنا بدأت الحرب وخلاص الجيوش العربية كانت حققت انتصارات وكانت هتنتصر في الحرب، لولا إن الولايات تدخلت وراحت لمجلس الأمن وقالت له: يا مجلس يا أمن، لو سمحت ممكن توقف لي الحرب؟ أصلي معلش إسرائيل محتاجة ترتاح شوية وبرضه العرب يرتاحوا. فالمهم قالت: عايزين نوقف الحرب ونعمل هدنة لمدة شهر، وبشرط لا العرب يستعدوا ولا اليهود يستعدوا. جميل. ولكن طبعا احنا عارفين ان اليهود غدارين وما بيلتزموش باي كلام. وبعد ما وقف الحرب بدا اليهود ان هم يستعدوا، وبدا ان هم يجهزوا نفسهم، يجيبوا اسلحه، يتدربوا، وبعد كده اكتملت الحرب. واول ما اكتملت الحرب ظهر تفوق طبعا اليهود، ما هم كانوا عمالين يستعدوا. ظهر تفوق اليهود وادوا الجيوش العربيه على وشهم، زي ما قلنا قبل كده في الحصه اللي فاتت، زي ما حصل في كروان مشاكل في فرح وقصه، اتدغدغت الجيوش العربيه. طب مستر وبعدين كده الجيوش العربيه اتهزمت، ايه الحل؟ مفيش حل. اتهزمت الجيوش العربية في حرب فلسطين، وعلشان كده اليهود استولوا على جميع أراضي فلسطين ما عدا 3 أماكن: غزة إدارة مصرية، الضفة الغربية أردنية، القدس اتقسمت ما بين العرب وما بين اليهود.